دلوقتي انت لازم تعمل كوباية قهوة محترمة وتصحى لواحد من اهم المواضيع على الاطلاق في ستيب 2 كلها، مش بس في الكارديولوجي. هو الاي سي جي. احنا هنستغله علشان بس مش هنقول كلمتين بسرعة هنلاقي ايه في المايوكارديال انفاركشن، لا احنا هناخد فكرة عامة وكبيرة كمان يعني للاي سي جي. ففي مجموعة من الاسئلة بتيجي على ذهننا لما احنا بنيجي نذاكر اي سي جي. في كلمات بنسمعها زي مثلا كلمة الكترود، كلمة ليد. اغلبنا بندخل الاثنين في بعض وبنفتكرهم حاجة واحدة. يعني ايه ويفز، وايه البوزيتيف ويف، وايه النيجاتيف ويف، والويفز بتتكون ازاي اصلا. نسمع عن كلمة اسمها كاردياك اكسس واكسس ديفيشن، ومش الكلام ده كله برضو ايه معناه. واخيرا اللي يهمنا بقى في المايوكارد انفاركشن بعد ما نكون فهمنا الاي سي جي كويس، هو ازاي كل جزء في القلب بيظهر في الاي سي جي. احنا فعلا بنبص، المفروض اول ما تشوف ستريب اي سي جي في الامتحان او بره الامتحان تقول ده انفيريور انفاركشن، ده انتيريور، ده لاترال وول، وهكذا. تمام. نبدا باول حاجه. يعني ايه اي سي جي الكترودز؟ دي ابسط كلمه. الكترودز اللي هي الاسلاك بتاع اللي احنا بنلزقها على العيان. في حاجات هنا اسمها بيريكورديال الكترودز اللي هم قدام الهارت او تشيست الكترودز، وبيكونوا غالبا 6. تمام. وفي لمب الكترودز اللي هي دي ودي هنا، والثالثه طبعا تحت، والاخيره اللي هي باللون الاسود دي بتكون علشان الارضي، يعني دي مش بتعبر عن حاجه، دي بس علشان الدايره الكهربائيه بس مش اكتر يعني. فاحنا عندنا في الاغلب اجهزه الاي سي جي بيكونوا 10 الكترودز. تمام. امال ايه هي بقى الليدز؟ الليدز مش حاجه اللي احنا بنلزقها على العيان. احنا اللي بنلزقه على العيان قلنا اللي هو اسمه الكترود. الليد هو الجرافيكال ديسكريبشن. الجهاز بيوصف كهرباء معينه، بيرسم الكهرباء دي، تمام، وهي بتطلع الليد. طب معلش، هو ايه الفرق بين برضه الليد والالكترود؟ مش هو الالكترود هو نفسه اللي احنا بنرسمه من الالكترود؟ لا، اللي احنا بنرسمه في الليد هو قياس الكهرباء ما بين 2 ليدز او اكتر. يعني مثلا لو جيت الليد اللي على الايد اليمين والكهرباء المتجهه منه الى الناحيه الشمال، ده الكترود، سوري، ده ليد. ده اسمه ايه؟ اي سي جي ليد، واللي هنسميه بعد كده ليد 1، جاي من الاتجاه الكهربي من الالكترود اليمين والمستقبل بتاعه هو الناحيه الشمال، فده بنسميه اللي هو ليد 1 اللي هنا. وهكذا في بقيه انواع الليدز. يبقى الليدز هي اللي احنا بنشوفها كده اهو في رسمه الاي سي جي، انما الالكترودز هي اللزقه اللي احنا بنلزقها على العيان. تمام. طيب السؤال اللي هنا بقى سؤال بسيط وبديهي جدا. ازاي الاي سي جي ويفز بتتكون؟ يعني ايه اللي بيخلي ان احنا واحنا ماسكين شريط الاي سي جي نلاقي فيه موجه طالعه كده اهو لفوق او موجه نازله لتحت؟ كل ما في الامر ركز في الحته دي، هو اتجاه كهربائي. في ناس تشوف المنظر ده طالع لفوق يقول لك دي بوزيتيف ويف. هي فعلا اسمها بوزيتيف ويف، برافو عليك. بوزيتيف مش معناها شحنه موجبه ولا شحنه سالبه، لا لا خالص. معناها الاتجاه، اتجاه الكهرباء. هنشوف ازاي الاتجاه ده دلوقتي. تمام. طيب دي اول حاجه. ازاي بقى الموضوع بيتكون؟ احنا مثلا في ابسط انواع الاي سي جي ليدز اللي احنا لسه قايلينهم بيكون في ريفرنس الكترود واحد، تمام، واكسبلورنج الكترود واحد. ايه معنى الكلام ده؟ الكترود مثلا زي اللي احنا لسه قايلين، احنا لازقين الكترود على الناحيه اليمين ولازقين الكترود على الايد الشمال. لو انا قست الكهرباء المتجهه في هذا الاتجاه من الالكترود اليمين اللي هو الريفرنس الكترود من الناحيه اليمين يعني الى الناحيه الشمال، الالكترود الشمال، اللي هيبقى المستقبل اللي بنسميه اكسبلورنج الكترود، نيجاتيف للبوزيتيف، ماشي من نيجاتيف للبوزيتيف. والتاني بنسميه ريفرنس الكترود. تمام. مين اللي بيشوف الصوره؟ اللي بيشوفها الاكسبلورنج الكترود. ركز في الكلام عشان عارف انه ممكن يكون معقد لو اول مره تسمعه. اكسبلورنج الكترود هو الكاميرا. اكسبلورنج الكترود هو ايه؟ هو الكاميرا واقفه بتصور القلب من الناحيه دي زي ما هو واضح في الصوره. تمام. ادي دي اهي، دي العين اللي شايفه من الناحيه دي. تمام. شايفه القلب من الناحيه دي. في تيار كهربي جاي عليها، لو هي اللي بتقيسه الاكسبلورنج الكترود، العين دي هتقوم رسمه لي بوزيتيف ويف، ترسمها لفوق. تمام. طيب لو نفس المنظر ده، الريفرنس الكترود هو الاكسبلورنج الكترود اللي هو على الناحيه الثانيه ده، بس الكهرباء لاي سبب من الاسباب مش موضوعنا دلوقتي كان اتجاهها كده عكسها. الكاميرا اللي بتصور اللي هو الاكسبلورنج الكترود، اللي هو الالكترود اللي انا لازقه مثلا على ايدي الشمال دلوقتي في الصوره دي، اللي هو ده،
كان التيار الكهربي في القلب ماشي عكسه من الاكسبلورنج للريفرنس، هتقوم رسمه لي ايه في الاي سي جي ستريب؟ ترسم لي نيجاتيف ويف. مفهومه؟ كمان مره، ده ابسط تصوير للليدز اللي في القلب. الكترود والكترود، مش مجموعه، مش 3 ولا 4، هو 1 و2. زي مثلا ليد 1 اللي احنا لسه شايفينه، ليد 2، ليد 3، الحاجات دي بسيطه قوي. في انا لازق الكترود على ايدي اليمين، لازق الكترود على ايدي الشمال. طبعا الجسم موصل جيد للكهرباء على رأي مربوحه، فبتوصل الكهرباء بتاعت القلب من خلال الانسجه المختلفه والجلد لغايه ما توصل للالكترودز. يعني انا مش لازم احط الالكترود في القلب، هي مفهوم ان هي حاططها على الايد اليمين او الشمال، الكهرباء بتاعت القلب هتوصل للالكترودز دي. تمام؟ طيب كمان مره، اللي بنقوله ان انا لو انا هخلي الالكترود اللي على ايد الشمال هو الكاميرا زي ما هو واضح هنا، بسميه اكسبلورنج، هو اللي بيبص، هو اللي بيتفرج. ومين التاني اللي قصاده الناحيه الثانيه الكهرباء جايه من اتجاهه؟ الريفرنس الكترود. لو الكهرباء، التيار الكهربي ماشي ناحيه الاكسبلورنج الكترود، هيقوم الاكسبلورنج راسم لي موجه لفوق. لو الكهرباء ماشيه في الاتجاه العكسي ليه، هيقوم راسم لي موجه لتحت. طيب حد ممكن يسال سؤال جميل قوي، يقول لي هو كده الاكسبلورنج الكترودز واحده؟ يعني مثلا الاكسبلورنج الكترود هو اللي على الناحيه الشمال واللي في الرجل الشمال ومش عارف فين تاني على القلب؟ لا، اي الكترود ممكن ينفع يكون اكسبلورنج الكترود. مين اللي بيحدد الموضوع ده؟ اللي بيحدده هو الجهاز نفسه. يعني جهاز الاي سي جي ممكن يخلي الالكترود اللي على ايد الشمال هو الاكسبلورنج الكترود. تمام؟ فبالتالي لو الكهرباء جايه ناحيه الناحيه الشمال، هيقوم راسم لي بوزيتيف ويف. طيب الاي سي جي ما بيرسمش شريط واحد، بيرسم ليدز كتير. طيب لو خلى الموضوع بالعكس، خلينا الاكسبلورنج الكترود هو اللي على الناحيه اليمين، نفس الموجه اللي كانت ماشيه للناحيه الشمال فترسمت بوزيتيف في الليد الاولاني، هتترسم دلوقتي نيجاتيف في الليد الثاني. نفس الموجه، نفس الكهرباء. ايه اللي مخلي ان دي بتشوفها بوزيتيف، عين بتشوفها طالعه لفوق وعين بتشوفها نازله لتحت؟ هو منظور، على حسب مين الاكسبلورنج. لو الجهاز مخلي لي ليد الاكسبلورنج الكترود على الناحيه الشمال، خلاص هيقوم شايف الكهرباء اللي جايه ناحيته بتجري ناحيته، هيرسمها لي بوزيتيف ويف. نفس الكهرباء دي لما يخليها لي على الريفرنس الكترود بس بقى هو الاكسبلورنج، هتقوم مرسومه لي نيجاتيف ويف. يبقى اذا الموضوع ده، وهنأكد على الحته دي كتير، الموضوع كله عباره عن منظور نسبي تماما. انا بشوف القلب من اي حته، وده الاساس العلمي الجميل والعبقري الرائع اللي بدأه ويليام انتروفن اللي عمل الاي سي جي، لفكره ان احنا ازاي نعرف اصلا مكان الانفاركشن لو احنا بنتكلم في مايوكارديال انفاركشن. اصل لو الاكسبلورنج اللي على الشمال شافها طالعه لفوق، يبقى الانفاركشن دي مثلا طالعه لفوق، واللي على اليمين شافها لتحت. يبقى احنا عرفنا مكان الانفاركشن، مين اللي شايفها بوزيتيف ويف ومين اللي شايفها نيجاتيف ويف. بقدر احدد من خلالها، وهنشوف الكلام ده بالتفصيل، فين مكان الانفاركشن، انتيريور ولا بوستيريور ولا لاترال ولا انفيريور، وهكذا. اختصارا للي احنا بنقوله تاني كمان مره، ازاي الاي سي جي ويفز بتتكون؟ عن طريق اتجاه الكهرباء. في ريفرنس الكترود وليكن الايد اليمين، في اكسبلورنج الكترود، هو الجهاز هو اللي بيحدد ان ده الاكسبلورنج دلوقتي، هو ده المستقبل. الاكسبلورنج هو الكاميرا اللي بتشوف. لو التيار الكهربي في القلب ماشي في اتجاه الاكسبلورنج الكترود، هيرسمه لي بوزيتيف ويف. لو ماشي عكسه، هيرسمه لي نيجاتيف ويف. طبعا احنا فاهمين ان في اتجاه للكهرباء في القلب. القلب فيه نظام كهربي معقد جدا ما بين خلايا المايوسايتس وبعضها، في كوندكتيف سيستم. فانا على حسب بشوف الكهرباء اللي جاياني من اي حته، وبناء عليه انا هرسم الويفز. اتمنى تكون دي واضحه، لان عارف ان دي حته من حته الغلسه في الاي سي جي. طيب نيجي للبوينت اللي بعدها. احنا مش بنقول الموضوع كله كاميرات، انا بشوف الموضوع بقى ازاي، بشوف القلب منين. طيب تعالوا نتخيل كده تخيل لشكل الالكترودز اللي احنا حاطينها. فرضا زي ما هو راسم لك في الصوره دي، انا حاطط الكترود فوق على دماغك على راسك، وحاطط الكترود تاني على رجلك، هو فعلا بيكون على الرجل الشمال زي ما احنا شفنا، اللي على اليمين ده الجراوند، ده الارضي. ففي الكترود فوق مثلا فوق راسك خالص، والكترود تحت عند رجلك. انا شايف المنظر ده فرونتال من قدام، فبسميه فرونتال بلين، من المستوى الامامي اللي احنا شايفينه. تفتكروا كده، ده سؤال بقى للتفكر قبل ما اقول، ده يعرفني المشاكل اللي في القلب على مستوى الانتروبوستيريور ولا السوبيريور انفيريور؟ انا بقول لك حاطط واحد فوق على راسك واحد تحت عند رجلك، يبقى اذا منطقي جدا هيقيس اتجاهات الكهرباء اللي فوق وتحت.
superior وانفيريور. كهرباء جايه من هنا لهنا في القلب، تمام، هتقوم الالكترود اللي تحت ده اللي هو لو هو اللي بيصور، لو هو الاكسبلورنج هيرسمها لي بوزيتيف، تمام، ولو هو الريفرنس هيرسمها لي بقى نيجاتيف، تمام. يبقى اذا بيرسمها على حسب الكهرباء اللي جايه في القلب من الاتجاه ده لده والعكس، من فوق لتحت ومن تحت لفوق، تمام. superior وانفيريور هتفرق معانا جدا بعد شويه لما اقول لك inferior infarction، هنقوم باصين على الليدز اللي تحت. يبقى ده اسمه frontal plane، بيهمني فيه انه بيشوف لي الاتجاهات ما بين السوبيريور والانفيريور، ده الشكل الاساسي او الرئيسي يعني. طيب ايه رايك بقى لو حطيت الكترودز، واحد مثلا قصاد الاسترنم من هنا وواحد جنب على ظهرك ده ورا، يعني في الظهر مثلا، تفتكر ده هيفرق معايا في السوبيريور والانفيريور؟ لا، ده هيقيس بقى الكهرباء اللي ماشيه في المستوى الافقي، ها، من قدام لورا، يبقى anterior وposterior، anterior وposterior. اللاترال ممكن يكون مشترك ما بين الاثنين، لو انا عايز اجيب حاجه لاترال هنا ممكن ده وده يشوفوها، هنشوف ده دلوقتي، بس بتكلم ايه الاساس. يبقى لتاكيد فكره الكاميرات اللي احنا مالين نقولها اللي احنا باصين بيها على القلب من كل حته، لو احنا بقى حاطين الكترود فوق الكترود تحت، يبقى ده هنسميه في الفرونتال بلين اللي هيشوف لي الكهرباء اللي جايه من فوق لتحت ومن تحت لفوق، هيعرفني السوبيريور والانفيريور انفاركشن، انجاز التعبير يعني اكتر يعني. طيب على مستوى الهوريزونتال بلين، لو انا حاطط الكترودز قدام القلب ووراه على السترنم وورا ومش عارف ايه، ده هيقيس لي الانتيريور وول مثلا انفاركشن والبوستيريور، لان ده بيقيس الكهرباء اللي رايحه وجايه على المستوى الهوريزونتال، تمام. مين في التطبيق العملي بقى لجهاز الاي سي جي اللي احنا حاطينه فعلا في الفرونتال بلين والهوريزونتال بلين؟ ببساطه اللي احنا حاطينه على الفرونتال بلين هم الليمب الكترودز. مش احنا لسه قايلين في ليمب الكترودز اللي هو الكترود هنا على بيكون على الكتف اليمين، الكتف الشمال، بعد هم طبعا بيحطوهم كمان ممكن على الايد عادي يعني، وعلى الرجل. دول اللي بيقيسوا لي بقى ايه، واضح جدا اكيد من اماكنهم مش محتاجين ان احنا نستنتجها، بيقيسوا لي اكتر الفرونتال بلين اللي هو طالع نازل ونازل طالع. بيعملوا حاجات تانية بس انا بقول هيعملوا لي ايه، هيفيدوني ايه اكتر في الفرونتال بلين، هيفيدوني جدا في الحاجات اللي هي superior وانفيريور، تمام. طيب طب الهوريزونتال بلين مين هم اللي احنا حاطينهم في الهوريزونتال بلين؟ البريكورديال او التشيست الكترودز اللي هم V1 و V2 و V3 و 4 و 5 و 6، واحيانا بيكون في 7 و 8 و 9 يعني، بس هو الاغلب اللي هم السته اللي موجودين قصاد القلب. دول فايدتهم ايه؟ anterior و posterior. هستعملهم جدا وهتشوف دلوقتي لما اجي اقول لك anterior infarction هتقوم تبص لي على V2 و V3 مثلا، posterior infarction هتبص لي برضو على ال V1 وال V2 وهكذا. يبقى من V1 ل V6 هيفيدوني في حته الانتيريور والبوستيريور، تمام. ممكن برضو طبعا اللاترال، بس انا بقول ايه فكره الهوريزونتال بلين والفرونتال بلين. اتمنى تكون واضحه عشان برضو انا اصريت اقول الحته دي عشان نفهم فكره يعني ايه انا بشوف القلب من اتجاهات مختلفه، يعني ايه انا حاطط كاميرات في كل حته، كاميرا فوق وكاميرا تحت تقيس لي الكهرباء اللي طالعه ونازله، كاميرا قدام وكاميرا ورا بتشوف لي الهوريزونتال بلين الكهرباء اللي ماشيه من قدام لورا، تمام. طيب هنا بقى نعقد الدنيا اكتر وهنتكلم بتفصيل شويه على الليمب ليدز. الليمب ليدز مالناش دعوه بالبريكورديال بقى اللي هم الفي 1 لفي 6، مالناش دعوه بيهم دلوقتي. هتكلم على على موجوده في ايدينا ورجلينا، لان دول اساسا اللي بدا بيهم الاي سي جي. بداهم الاخ اللي اسمه ويليام انتوفن اللي احنا قلنا عليه، اللي عامل حاجه اسمها انتوفن تراينجل، دي كانت بدايه الاي سي جي. قال لك بص يا عم، انا دلوقتي هحط 3 سلوك كهرباء. كان جهاز الاي سي جي زمان حاجه ضخمه يعني، ويحط رجله في برميل ميه ومش عارف الرجل الثانيه فين، وجهاز كبير يعني. قال لك بص يا عم، انت دلوقتي حاطط ليد على الايد اليمين، ده الاساس اللي بدأه انتوفن، واليد الثاني على الايد الشمال، تمام، والايد الثالث على الرجل الشمال من تحت. قلنا الرابع ده جراوند ملناش دعوه بيه، ما بيقيسش حاجه، انما اللي موجود هو اليمين والشمال واللي موجود في الرجل تحت. احنا قلنا الكهرباء او الويفز بتتكون ازاي؟ من اتجاه كهربي. انا بخلي مين الريفرنس ومين هو الاكسبلورنج. طيب انتوفن قال لك انا هعمل 3 احتمالات، ومن ال3 احتمالات دول انا هرسم 3 ليدز، يعني هيبقى عندي 3 ليدز هيصوروا لي القلب من اتجاهات مختلفه. تعال نمسك اول احتمال. ايه رايك لو انا قست الاتجاه ما بين الريفرنس الكترود اللي احنا قلنا عليه من بدري من الايد اليمين، والاكسبلورنج هو اللي على الايد الشمال، اتجاه بسيط جدا من ده لده،
من الكترود على الايد اليمين لالكترود على الايد الشمال. قال لك هذا الاتجاه الاول انا هسميه ليد 1. يبقى ليد 1 ده عباره عن ايه؟ هو الريفرنس بتاعه الايد اليمين، الاكسبلورنج بتاعه الايد الشمال. تمام؟ فالكهرباء ماشيه في هذا الاتجاه، لو ماشيه من اليمين للشمال هيرسمها بوزيتيف ويف، لو ماشيه من الشمال لليمين يعني عكس الاكسبلورنج هيرسمها نيجاتيف ويف. تمام؟ طيب وادي اول زاويه اترسمت للقلب، الزاويه صفر زي ما احنا شايفين من الناحيه اليمين للناحيه الشمال. شايف رقم واحد ده هو ده ليد 1 عند زاويه كام؟ زاويه 0. واضحه؟ طيب انتوفن قال لك ده الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ان انا هخلي الاكسبلورنج الكاميرا اللي بتصور تحت في الرجل، بصه كده اهو من تحت، ودي هتفيدنا جدا في الانفيريور انفاركشن زي ما احنا لسه قايلين، لان هي باصه على القلب من ايه؟ من تحت، فهي الاكسبلورنج الكترود. طيب جايه لها كهرباء منين؟ احنا قلنا في اتنين في الايدين، خلاص يبقى مره تجي لها الريفرنس بتاعها هيكون من الرايت هاند، ومره الريفرنس يكون الليفت الكترود. لو من الناحيه اليمين هي الريفرنس هسميها ليد 2. يبقى ليد 2 هو من الايد اليمين للرجل، عمل لي 2. الرجل هي الكاميرا، هي الاكسبلورنج. طيب لو من الناحيه الشمال هسميها ليد 3، يبقى من الايد الشمال الاكسبلورنج بتاعها الرجل الشمال. طيب ليد 2 زي ما انت شايف، بص الاتجاه بتاعه ماشي ازاي؟ عامل زاويه 60. احنا قلنا هنا في زاويه صفر، يبقى انا بصيت على القلب من زاويه صفر. ومع ليد 2 اللي هو جاي من الايد اليمين للرجل الشمال رسمت زاويه 60 اهو، دي صفر ودي 60، بصيت على القلب من الناحيه بتاعت الايبكس دي. تمام؟ طيب ليد 3 زي ما انت شايف اهو، من هنا لهنا، بص الزاويه اللي نازل بيها عامله ازاي؟ زاويه 120. يبقى ادي هنا ليد 3. يبقى انتوفن المثلث اللي رسمه ده، شايفه هو ده المثلث اللي ما بين الالكترود اليمين والشمال والرجل. تمام؟ قال لك انا هطلع منه 3 ليدز. ليد لما يكون الاكسبلورنج الايد الشمال وجايه الريفرنس بتاعها اليمين هيعمل لي ليد 1، وده يعتبر الزاويه 0 بتاعت القلب، انا باصص عليه من الناحيه دي. يبقى لو في مشكله في الناحيه اللاترال هيشوفها قوي. طيب ليد 2 ما بين الايد اليمين للرجل الشمال، الرجل الشمال هي الاكسبلورنج، فده عملت زاويه 60 بصت على القلب من تحت من ناحيه الايبكس. طيب ليد 3 جاي من الايد الشمال برضو للرجل الشمال، فعملت لي زاويه 120 زي ما احنا شايفين كده اهو، بصت لي على القلب من الاتجاه ده. تمام؟ برضو من تحت يعني. ده اللي عمله انتوفن في الليمب ليدز. جه واحد بعد كده اسمه مش عارف جولد برجر، قال لك مش كفايه الثلاثه دول، لان احنا مش هينفع نبص على القلب من الثلاث زوايا دول بس، احنا باصين فرونتال بلين. فرونتال بلين انا عايز اشوف القلب من كل الاتجاهات، في زوايا كتير جدا، مش هينفع اكتفي بليد 1 و2 و3. راح قال لك احنا هنعمل ليدز ثانيه. طب يا عم هتعمل ليدز ثانيه هتركب الكترودز جديده؟ لا لا مش هركب الكترودز جديده، هم بنفس الالكترودز الثلاثه الموجودين، احنا هنطلع ليدز جديد. ازاي يا عم جولد برجر؟ اقول لك يا عم، مش انت سالتني ازاي؟ اقول لك ازاي. قال لك انا اول واحد هعمله هخلي الالكترود على الناحيه اليمين اللي احنا لسه قايلينه مش هيقيس من الكترود واحد بس. يعني الريفرنس بتاعه احنا لسه قايلين ابسط الانواع الليدز الريفرنس واحد، بتاع الثاني الاكسبلورنج واحد، يعني هما تو ليدز. لا، قال لك انا هخلي اللي على الناحيه اليمين مثلا، يعني ده اول احتمال، هيقيس السم اوف تو الكترودز، واخد لي من الاثنين الكترود التانيين مش من واحد بس. تمام؟ واضحه؟ يعني واخد لي اهو ده الالكترود اللي هنا، وادي الالكترود اللي على الرجل الشمال واللي على الايد الشمال. the sum of two electrodes، والمين هو الاكسبلورنج بتاعهم؟ هو اللي على الناحيه اليمين. تمام؟ سماه ايه بقى الاخ جولد برجر؟ قال لك اسميه AVR. AVR يعني ايه؟ augmented voltage. تمام؟ هو augmented واضح يعني، مش simple زي اللي فات. وار اتس فور رايت، على الناحيه اليمين يعني. تمام؟ شايف الزاويه اللي هو عاملها؟ زاويه ما كانتش موجوده عند انتوفن تريانجل، زاويه سالب 150 اهي. بصيت على القلب من هذا الاتجاه، هي المستقبله، هي الناحيه اللي هناك دي هي اللي بص عليه من الحته دي. تمام؟ يبقى انا ضفت زاويه جديده، نرسمها بقى بلون مختلف علشان نوضح الاضافه اللي عملتها الليدز الجديده. يبقى جولد برجر قال لك انا هخلي الليد اليمين هيقيس لي the sum of two electrodes، ده وده الريفرنس بتاعه الناحيه الثانيه، فبقت الكهرباء طالعه لفوق عن زاويه سالب 150، والاكسبلورنج بتاعها هو اللي على الايد اليمين، فسميناه الليد ده بقى سميناه ايه؟ الرسمه اللي هتترسم دلوقتي ليد اسمه AVR augmented voltage right. تمام.
طيب تعال الاحتمال الثاني، استنتج بقى الباقيين هيبقوا سهلين خالص. قال لك انا هخلي الشمال هو اللي يقيس، وادي الاثنين التانيين زي ما واضح في الرسمه، ولا على الشمال هو اللي هيقيس، فاسميه اي في ليفت زي ما ده كان اي في ار، ده اي في ال. تمام؟ يبقى اي في ال هيعمل لي زاويه جديده ما كانتش موجوده، هي زاويه سالب 30. واضح ولا لا؟ انتوفن كان عامل لي زاويه 0 و60 و120. جولدبرجر قال لك احنا هنضيف كاميرات جديده علشان تشوف القلب من اتجاهات مختلفه، زاويه سالب 150 عند اي في ار، زاويه سالب 30 عند اي في ال. طيب الاحتمال الثالث ان نخلي الرجل هي اللي تقيس، هي اللي تكون الكاميرا، هي اللي تكون الاكسبلورنج الكترود تو ذا سم اوف تو الكترودز اللي هم فوق. تمام؟ وهسميه اي في ال. ال stands for سوري، اي في اف stands for foot، يعني augmented voltage، والليد بتاعها موجود في الفوت. يبقى اي في ار رايت، اي في ال ليفت، اي في اف فوت. واضح انه عامل زاويه بالظبط ما بين الاثنين ونازل تحت كده اهو، زاويه 90. على فكره هو ما كانش على الرجل، هو كان بيتحط في الامبليكس، بس احنا بنحطه على الرجل عادي يعني. فعلشان كده، عشان بس ما تستغربش انه نازل بزاويه وتقول لي ازاي دي 90، لا لا، هو اساسا مكانه هنا يعني. بس الكهرباء بتتنقل عادي من هنا بالسكن لغايه الرجل الشمال يعني. فاذا هو واضح ان ده عامل لي زاويه ايه بقى؟ زاويه 90. ايه رايك في الكلام ده؟ يبقى فهمنا الفرق ما بين ليد 1 و 2 و 3 بتوع انتوفن، وليد اي في ار واي في ال واي في اف بتوع جولدبرجر. هي الفكره ان عملوا لي زوايا كثيره اتفرج على القلب، زاويه 0 و60 و90 و120 وسالب 150 وسالب 30. تمام؟ الاي في ار بقوا كمان بيعملوا له في اجهزه، الاجهزه الاي سي جي المفروض الحديثه بيبقى فيها اوبشن انها توضح لك ليد كمان زياده اسمه نيجاتيف اي في ار، اللي هو عكسه بالظبط، بيوريني بقى الناحيه اللي هنا دي من القلب. انا ضفت زاويه جديده، وليه ليه اهميات يعني كتيره، بس من اهمها انه ملالي الجاب اللي ما بين ليد 1 وليد 2 اسمه ايه؟ نيجاتيف اي في ار، سالب، عكسه بالظبط، عكس السالب 150 بقت زاويه 30، ملاها لي كمان يعني. تمام؟ في اجهزه اي سي جي فيها الكلام ده، وفي اجهزه ما فيهاش، بس ممكن تختار ان انت تظهر النيجاتيف اي في ار يعني. واضحه الفكره؟ بص احنا بقى لنا دلوقتي اهو 9 دقايق ولا 10 دقايق بنتكلم في الحته دي. احنا اتكلمنا على ايه؟ على الليمب ليدز. الليمب ليدز اللي هم بيصوروا ايه يا دكتور يا محترم يا اللي نسيت يا اللي لازم تقوم تعمل كوبايه قهوه دلوقتي تاني؟ بيصوروا لي الفرونتال بلين، مهمين جدا. يقدروا يصوروا لي السوبيريور، يقدروا يصوروا لي الانفيريور. تمام؟ وكمان اللاترال زي ما احنا شايفين، يعني ليد 1 ده جايب لي الناحيه اللاترال، ليد اي في ال ده بقى مصور لي الناحيه اللاترال برضو بتاعت القلب، سوبيريور وانفيريور ولاترال. هستعملهم في الميوكارديال انفاركشن جدا، اصحى اصحى. هستعملهم لما يكون في لاترال انفاركشن، هستعملهم لما يكون في انفيريور وول انفاركشن. طبعا دي رسمه ثانيه كانت موجوده في ويكيبيديا كويسه قوي، برضو بتوضح نفس الكلام اللي قلناه، الفرق ما بين ليد 1 و2 و3 وليد اي في اف واي في ال واي في ار. ليد 1 هو ببساطه اللي ماشي بهذا الاتجاه باللون الاصفر ما بين ليد والتاني، ادي ريفرنس على اليمين واكسبلورنج على الشمال. تمام؟ ده عمل لي الزاويه صفر بتاعت القلب. في هنا ليد 2 اللي هو ما بين الايد اليمين للرجل الشمال. تمام؟ وليد 3 ما بين الايد الشمال للرجل الشمال. طيب الاي في اف قلنا sum of two electrodes، وهنا الاكسبلورنج بتاعهم تحت عامل زاويه 90، ده اي في اف فوت. والاي في ال يعني ليفت، يعني الايد الشمال هي الاكسبلورنج، واخد طبعا ما بين الاثنين، عملت لي الاي في ال. واخيرا الاي في ار اللي هو القياس بتاعه بيكون على الناحيه اليمين. تمام؟ الدور بقى دلوقتي على ايه؟ على البريكورديال ليدز. اتكلمنا بالتفصيل على الليمب ليدز، نتكلم على البريكورديال ليدز. طبعا احنا بس يعني لو حسيتنا في حته واقعه منك فكره الرسمه بقى بتاعت القلب، ايه اللي بيخلي فيه بي ويف كده وكيو ار اس بالمنظر اللي احنا عارفينه، هنشوفها دلوقتي، بس كان تفسيرها كان لازم نفهمه. يعني اللي احنا فهمناه دلوقتي هو التفسير بتاع الحاجات دي، هنشوف تطبيقها بقى على الكاردياك اكسس اللي هنتكلم عليه يعني بعد الموضوع ده. طيب نرجع تاني، احنا بنقول ايه دلوقتي؟ بكلمك عن حاجه اسمها بيريكورديال ليدز، اللي هي موجوده بتصور لي ايه؟ احنا قطعنا الجسم اهو على الناحيه هنا دي، الناحيه دي هوريزونتال، فدي الهوريزونتال بلين. مش بتفرق معايا في السوبيريور والانفيريور، او بتفرق معايا في الانتيريور والبوستيريور واللاترال. تمام؟ بنفس الفكره اللي احنا قلناها، اكسبلورنج ليد ويصور وما يصورش، وبقينا بنصور القلب من كل اتجاه. فانا حطيت اثنين ليدز من قدام اسمهم في 1 وفي 2، بقوا يصوروا لي اكتر حته الايه؟ السبتم، فبنسموها
بيسموها سبتال ليدز. في 1 وفي 2 بيجيبوا اكتر لما يكون في مثلا سبتال انفاركشن. طبعا مش بس، لكن بيسموها سبتال ليدز بتجيب دول يعني. في 3 وفي 4 بيصوروا لي اكتر طبعا هم باصين عليهم كمان من قدام هنا الانتيريور وول. يعني عارف لو في ايزوليتد كده انتيريور وول انفاركشن والسبتم سليم، تبص على الليد 3 وليد 4 في الاي سي جي. طيب تعالى بقى امشي لاترال اكتر، في 5 وفي 6 في 6 يصوروا لي الناحيه اللاترال من القلب في اللاترال انفاركشن، عشان كده بيسموهم اللاترال ليدز. وهنتكلم بقى اي ارتري بقى اللي بيعمل انتيريور انفاركشن، هنقول الكلام ده بالتفصيل يعني. فعندي سبتال ليد، انتيريور ليد، ولاترال ليد. هيفيدوني قلنا في ايه؟ في الانتيريور انفاركشن، في السبتال انفاركشن، في اللاترال انفاركشن، واكيد برضه هيفيدوني في ايه؟ في البوستيريور كمان انفاركشن. لو كان في انفاركشن هنا بوستيريور انفاركشن، مين اللي يصورها؟ الليمب ليدز بتاعت فوق وتحت؟ لا، دي بوستيريور ورا. فاللي هيصورها برضه الليدز اللي هي في 1 وفي 2 وفي 3، الحاجات اللي هي بيريكورديال ليدز. احيانا يجيب لك في سؤال يقول لك في 7 وفي 8 وفي 9، ممكن يكونوا موجودين احيانا كمان عشان يصوروا يعني تصوير اكتر للقلب. تمام. طيب يبقى دي باختصار البريكورديال ليدز، وفهمها بقى بسيط جدا بعد ما فهمنا الاساس العلمي اللي احنا قعدنا نتكلم فيه كتير ده. الصوره دي نعمل بيها بريك من الموضوع لغايه ما نرجع تاني، يعني حاجه بسيطه قوي. فكره قياسات الارقام في الاي سي جي، علشان احيانا يقول لك الويف دي كبيره ولا لا، الفولتج بتاعها يعني هاي فولتج ولا لا، طب طويله بطيئه طيب ولا سريعه يعني. فلازم نكون عارفين قياسات مربعات الاي سي جي. المربعات بتاعت الاي سي جي عباره عن في 5 مربعات صغيرين زي ما انت شايف، الخمسه الصغيرين بيعملوا مربع كبير، يبقى كل 5 صغيرين بيعملوا مربع كبير. تمام. المربعين الكبار مع بعض بيعملوا قياسهم بالمسطره 10 مللي. تمام، 10 مللي فوق 10 مللي تحت، دي مربعات يعني مش مستطيلات. كل مربعين كبار بيعملوا ايه؟ 10 مللي. طيب انا يهمني في الكلام ده الزمن، عشان عايز اعرف السرعه بتاعت الاي سي جي، الويف دي سريعه ولا بطيئه، فاعرف بقى كل واحده بتتقاس قد ايه. يقول لك مثلا غالبا يعني اللي كان بيتقال ان المربع الصغير ده يعمل 2 من 100 ثانيه. تمام. القياس ده بيختلف على حسب ضبط الجهاز الاي سي جي، لان الجهاز بيرسم بمزاجه، ممكن يرسم بسرعه 50 مللي في الثانيه، بسرعه 25 مللي في الثانيه. فاحنا لازم نكون عارفين الستاندرد الجهاز بيرسم عليه. طيب لو هو بيرسم بسرعه 50 مللي في الثانيه، يعني ايه 50 مللي في الثانيه؟ يعني كل ثانيه واحده المفروض يكون قطع قد ايه؟ احنا قلنا المربعين دول ب 10 مللي، فاضرب بقى 10 في 5، يعني يكون قطع 10 مربعات. تمام. ما احنا كل مربعين ب 10 مللي، خلاص اضرب 2 في 5 عشان تجيب ال 50 مللي. فيبقى كل ثانيه يكون قطع ايه؟ 10 مربعات. طب لما اجي اقول لك ال 10 مللي يعني مربعين، يكون قطع فيهم كام ثانيه؟ ال 10 مللي دي تمثل كام من ال 50؟ تمثل 20%. يعني ال 10 مللي دول يمثلوا 20% من الثانيه، يعني 2 من 10 ثانيه. تمام، لو على سرعه 50 مللي في الثانيه. تمام، لازم تكون عارف الكلام ده. طب لو على سرعه 25 مللي نفس القياس، تيجي يقول لك بقى قطع 10 مللي، ال 10 مللي دول يعملوا كام يعني من 25؟ يعملوا 40% من ال 25. 10 هي عباره عن 40% من ال 25، يبقى هتكون قطعت كام ثانيه فيها؟ هتكون قطعت 4 من 10 ثانيه. يبقى دي السرعه والظبطه اللي احنا ظابطين عليها الجهاز. هل ظابطينه على سرعه 50 فيبقى ال 10 مللي 2 من 10 ثانيه، ولا ظابطين على سرعه 25 فيبقى ال 10 مللي 4 من 10 ثانيه؟ فبالتالي بقى المربع الصغير الواحد هيختلف. لو في ظبطه 50 مللي هيكون المربع الصغير عامل 2 من 100 ثانيه، من 100 مش من 10، احنا قلنا من 10 ده الكبير يعني 2 كبار. في ظبطه 25 هيكون عامل 4 من 100 ثانيه. ده بالنسبه للسرعه بتاعه الويفز اللي احنا بنشوفها. طب هل ممكن يقيس لي قوه الويف من حيث الفولتج بتاعها؟ اه طبعا. لو بصيت بقى عليه من فوق لتحت، احنا قلنا بالعرض كده دي السرعه، دي الثواني والكلام ده. من فوق لتحت ده عباره عن الفولت. يقول لك كل مربعين كبار اللي هم 10 مللي برضو بيعملوا 1 مللي فولت، نفس الرقم في الظبطتين، يعني مفيش ظبطات مختلفه في الملي فولت. فلما اجي اشوف كيو ار اس كومبلكس مثلا واخده 4 5 مربعات يعني مثلا، يعني فانا بعرف ان دي واخده فولت، بعرف بقى كام فولت، كام سوري ملي فولت طبعا يعني. يبقى اذا كيو ار اس دي كبيره، في مثلا فنتريكولار بقى هايبرتروفي في اي حاجه، كيو ار اس دي صغيره دي كبيره، فانا بعرف من خلال كم مربع لفوق او كم مربع لتحت. كمان مره حته اخيره في الحته دي عشان ما ننساش، قلتها في المقدمه بقولها تاني، الويفز اللي طالعه فوق مش معناها ان هي بوزيتيف الكتريستي، مفيش حاجه اسمها كده.
هي ال1 ملي فولت فوق 1 ملي فولت تحت، يعني دي برضو 1 ملي فولت. الفكره في ايه؟ قلنا ايه اللي بيخلي ويف طالعه فوق؟ ان هي بوزيتيف ويف، يعني في كاميرا اللي بتصور من الاتجاه بتاعها جات لها كهرباء فيها فهترسمها لفوق. الكاميرا اللي بتصور من اتجاه عكسها هترسمها تحت، فدي هتبقى نيجاتيف ويف. انما الكهرباء دي 1 ملي فولت ودي برضو 1 ملي فولت، الاثنين زي بعض، مفيش حاجه اسمها سالب فولت وموجب فولت والكلام العجيب ده. تمام.